طيب لو اتكلمنا دكتور بالنسبة للعلاج للأطفال وكبار السن بيبقوا دايما حالات خاصة، يعني كبار السن بيبقى ليهم كده علاجات خاصة. هو العلاج نمرة واحد أشوف الأعراض اللي عنده إيه. هل هو عنده انسداد يبقى عايز حاجة توسع؟ هل هو عنده سيلان بينقط يبقى عايز حاجة تقل هذه الإفرازات؟ هل هو عنده سرسبة لورا من ورا بالسرسب اشوفها ايه الحكايه؟ هل هو عنده تضخم عايز جراحه، تضخم مثلا في اللحميه، تضخم في اللوز، تضخم في الغشاء المخاطي محتاج ان هو يدخل واعمل له عمليه، او ان هو عنده نوع من الصداع عايز، يعني لازم اشوف الاعراض هعالج الاعراض نمره واحد. نمره اثنين لازم ادي ادويه تباعد بين الازمات، يعني عشان مثلا هو دلوقتي هو عنده امتحان ووجدنا الاطفال مثلا اللي هي رايحه امتحانات اذا حسنا معدلات الشكوى بتاعتها من حساسيه الانف يتحسنوا حوالي 10%. مش معقول انا اخلي طفل يروح الامتحان اعداديه ولا ثانويه وعنده حساسيه انف كل شويه هيهرش في انفه وهتوقع ان هو هيمسك القلم وهيكتب. طب وبنت مثلا عندها حساسيه هيأثر عليه حتى نفسيا، والعين كمان دي عماله تنقط على ورقه الاجابه، دي عماله بتعطس دي. طب ازاي؟ يبقى لازم انا اعالج الحاجات دي قبل ما تروح الامتحانات. مهمه قوي اللجنه دي، ممكن جنبها ميه في الامتحان. بعد كده برضو نبتدي بقى نشوف السبب، العلاج السببي، وده من الحاجات الحديثه جدا اللي احنا برعنا فيها الحمد لله. ونشوف السبب، هل احنا هنعمل له ايه؟ هنمنعه من الاكله الفلانيه، هنسمح له باكل تاني، نديله بديل في الاكل. وفي اغذيه بننصح بيها برضو مرضى حساسيه الانف زي الكيوي، زي عش الغراب، كل دي اكلات او فيتامينات. الخميره البيره يبقى فيها فيتامينات وبعضها فيها مواد ضد الاكسده وبعضها في ماده اسمها البيتا جلوكان بننصح بيها ويطلع منها ادويه مش موجوده عندنا في مصر. والفول النابت، المواد دي البكتيريا الصديقه، الحاجات دي كلها بكتيريا صديقه موجوده. الفول النابت واي حاجه منبته، الحلبه المنبته نبتش اي حاجه، البصله المنبته، التومه المنبته، الحموصه، اي حاجه منبته دي بتبقى فيها البكتيريا الصديقه دي، ودي فعلا بتفيد المرضى دول. يعني كل ما رجعنا للبيئه الطبيعيه وكلنا منها ده افضل بالنسبه للمرض ده برضه. طيب خلينا برضو نتكلم دكتور، يمكن مشاهدين كتير بيشوفونا دلوقتي بيتبادر لذهنهم سؤال، هل حساسيه الانف معديه بالنسبه للاطفال؟ لا طبعا، دي برضو منتشره جدا. بتلاحظي برضو اطفال كتيره جدا في المدرسه يقول لك بيجي يعطس بيخافوا منه في المدرسه، المدرس والطلبه والكلام ده. حساسيه الانف غير معديه تماما ابدا. ليه؟ لان دي مش ميكروبات، دي تحسس. يعني انا شميت التراب ابتديت دلوقتي يحصل تفاعلات، التفاعلات خلت عندي ان يحصل عندي عطسه، فدي ملهاش دعوه ابدا بالبرد والانفلونزا، ما تخافوش. هو يمكن بس بعض الناس ما بتعرفش تفرق ما بين البرد وما بين حساسيه الانف، عشان كده بيحصل التخوف. بس احنا دايما اعترفنا ان احنا 20% من اطفالنا في مصر بس و33% من الخليج عندهم حساسيه انف. لو معنى كده لو عندي فصل مثلا فيه 20 يبقى متوقع يكون في 4، لو عندي فصل فيه 40 يبقى متوقع يكون في 8، يبقى عندي 8 في الفصل عندهم حساسيه انف، نسبه كبيره جدا. ال8 دول لازم اكون عارفهم. يبقى انا اتمنى ان يكون مثلا مدرسه الفصل عارفه، اذا هو صغير احط بادج على كتفه، بادج كده صغير كده، واكتب ان هو مثلا اعمل علامه او اكتب حساسيه انف. ليه؟ لانه مثلا حساسيه انف الفول السوداني، وهيروح الكانتين او المقصف وهياخد فول سوداني هيبتدي يعطس، ممكن تجي له مشاكل. يبقى لازم انا ابقى عارف الطفل اللي عنده حساسيه مين، واعرف المشرفه والكانتين وحتى مشرفه الباص الاتوبيس، والحاجات دي لازم يعرفوها عشان برضه ما يخلوش ياكل مثلا حاجه محفوظه تكون صبغه، مشكله، مشروب غازي، مشروب ملون، الحاجات دي عشان ما تزودش الحساسيات عنده. طيب دكتور، هل في تطعيمات معينه ممكن تتاخد للوقايه من حساسيه الانف؟ هو يعني مش تطعيمات، احنا اللي بنعمله في اسباب انا ممكن اسيطر عليها. ما انا قلت لك مش هتلبسي صوف، اوكي، مش هتنام على قطن، اوكي، هتمنعي مثلا الاكله الفلانيه، اوكي، بس التراب هتعملي فيه ايه؟ التراب حبوب اللقاح هتعملي فيه ايه؟ فدي بيبقى فيها تطعيمات. التطعيمات دي بتبقى بتعتمد على ان انا بعرضك لتركيز صغير جدا جدا من التراب او الحبوب اللقاح دي، وشويه شويه نعمل برمجه للجهاز المناعي مره ثانيه. يجي بعد فتره، بعد ما كنت انا حساس لحبوب اللقاح التركيز العالي، خدت تركيزات صغيره وعليتها، بعد كده اشوف حبوب اللقاح في المجتمع او في البيئه ما يحصليش حاجه. ودي آلية الشفاء من حساسيات الانف، خاصه حساسيه حبوب اللقاح. لان حبوب اللقاح ما ننساش ان هي ثاني سبب للحساسيه في مصر. تمام. طيب دكتور، خلينا نتكلم برضو عن الاطفال اللي هم ممكن بيخرجوا